سلام الله عليكم مشاهدينا، سعيد بلقائكم في عدد جديد من زاوية الحدث. في عدد اليوم أسعد وإياكم باستضافة السيد رشيد نكاز، مرشح رئاسية 2014 والناطق باسم حركة الشباب والتغيير قيد التأسيس. سي رشيد مرحبا بك. السلام عليكم، عز الفلوى، شكرا على الدعوة. الله يسلمك. ربما سي رشيد لو نبدأ بالنقطة لا يميز الحدث اليومات وهي قضية تعديل الدستور. كنت تكلمت معك قبل أيام في الهاتف، وفي الحقيقة حسيت وكأنه اليوم رشيد نكاز يشوف بأنه هناك ظلم في هذا التعديل الدستور هذا. الشعب الجزائري كامل راه فايق باللي هذه المادة 73 والمادة 51 زادوها ضد نكاز رشيد، يعني راهم خايفين بهذا الجيل الجديد اللي يدخل في السياحة السياسية واللي عنده تجربة في الخارج. يعني كان 7 ملايين جزائريين راهم ساكنين في الخارج وراهم خايفين منهم. هذا النظام راه خايف منهم لان ما تقبضهمش لا بالمال لا بالضرائب لا بالمحكمه. ويعني النهار الاول كي دخلت في الساحه السياسيه في 2013 قلت باللي كان ديمقراطيه على 85% في الجزائر، ولكن عندنا مشكل في 15%. وهذا الماده 51 والماده 73 راهم داخلين في المشكل تاع 15%. يعني ماشي غير رشيد نكاز ولا غير رشيد نكاز اليوم هو لا المشكل. راهم خايفين من 7 ملايين جزائريين اللي راهم في الخارج وراهم باغيين يدخلوا روحهم ممكن في الساحه السياسيه بيسقموا البلاد. راكم عارفين باللي هذو راهم يحكموا البلاد، راهم يحكموها منذ 53 سنه. عياو خدموا الله يكثر خيرهم، ولكن اليوم الشعب الجزائري فاق باللي ما عندهمش يعني التجربه في المجال الاقتصادي. رانا نشوفوا باللي رانا تاكلين على البترول والغاز. البترول كان 100 دولار، كان كل شيء لاباس، كل شيء الحمد لله، كان يعطوا لالساج، كان يعطوا السكن الريفي، كان يعطوا بزاف صالح. ولكن اليوم البترول نقص قل من 30 دولار. نشوفوا باللي الحكومه تاعنا لا غالب ما تعرفش يعني تسيب الحلول في المجال الاقتصادي. يعني لازم نعيش في الخارج باش نلقى الحلول. اليوم ممكن نعيش انا وعندي الحلول. وخلوهم ما خلوهمش. كان الناس الحمد لله لاباس بهم، بصح هربوهم الخارج. والحمد لله عندنا جزائريين راهم في الخارج ولا عندهم تجربه في الخارج ويقدروا يسيبوا الحلول بالنسبه للمشاكل في مجال اقتصادي ومجال اجتماعي في الجزائر. رانا نشوفوا باللي الوزن الاول تاعنا مسكين سلال ناس ملاح، ولكن في الخارج راه يبهدل الصوره تاع الجزائر. شفتوه في الالمان مع ميركل. رانا نشوفوا باللي الرئيس تاعنا مسكين خدم مليح ما شاء الله، ولكن اليوم راه مريض ما يقدرش يحكم الجزائر. الا قلنا جيل جديد في الساحه السياسيه اللي يقدر يسيب الحلول هذو المشاكل اللي عندنا مع السياسه تاع التقشف اللي راه يضر بزاف الشعب الجزائري. قبل ما نتكلموا على المشاكل والحلول هذه، السي رشيد نكاز اللي دافعوا على هذه الماده 51 والماده 73 يقول لك القضيه سهله. ما نقدرش اليوم نعطي ختم الجمهوريه الجزائريه للسي رشيد نكاز لانه كانت عنده جنسيه فرنسيه ولا غيره، مش غير رشيد نكاز، لانه لو غدا يروح يتفاوض باسم الجزائر مع الدوله اللي عنده نفس الجنسيه تاع تلك الدوله حيلقى روحه شويه في حرج كما يقولوا. يعني راهم يديروا شك بالنسبه هذو الجزائريين اللي زادوا في الخارج ولا عاشوا في الخارج 5 سنين ولا 10 سنوات. الشعب الجزائري ما يقبلش باللي نديروا يعني زوج طبقات تاع جزائريين، واحد جزائري 100% وواحد جزائري نص 50%. لا، ما تنساوش باللي 80% تاع الميزانيه تاع الافلان في الوقت الثورات جا من فرنسا. يعني الجزائريين اللي كانوا يعيشوا في فرنسا هما اللي جابوا الدراهم، وهذوك الدراهم هذو شرينا بهم السلاح باه المجاهدين يعني يحاربوا استعمار في الجزائر. ما نديروش فرق بين الجزائري وخوه، رانا كاع جزائريين ولازم ما نديروش الشك بين المواطنه تاع الجزائريين اللي هم عايشين في الخارج ولا اللي عاشوا في الخارج. فيما يخص الماده 73 القضيه هي يقول لك ما يقدرش واحد يحكمني هو ما عاش معايا. يقول لك والدليل انه رشيد نكاز في سنه 2013 جاو ما يعرفش السيستم، ما يعرفش البلاد كيفاش تمشي، واليوم هو عرف الحقيقه تاع البلاد كيفاش راهي تمشي. لو كان الجزائر عندنا مشكل مع هذول الجزائريين راهم في الخارج، على اللي كتبوا الدستور في 63 على ما خمولهاش، اللي داروا تعديل الدستور في 88 على ما خمولهاش. كيف استناو نكاز رشيد يجي يدخل في الساحه السياسيه باه فكروا قالوا لازم ما نخلوش الجزائريين كيما رشيد نكاز من الخارج يجي يحكم في الجزائر. هذه السياسه ما راناش نديروها باه نربحوا الدراهم ولا نخونوا الشعب الجزائري ولا نخونوا الجزائر. رانا باغيين نسيبوا الحلول للشعب الجزائري كامل. شفتوا في الفريق الوطني شكون راه يدرب في الفريق الوطني؟ شكون؟
فرنسي. فرنسي. شكون راهم يلعبوا في الفريق الوطني راهم يفرحوا الشعب الجزائري ممكن كامل. يقولوا للناس اللي ساكنين في فرنسا تصلحوا غير كرة القدم. لازم واحد يحشم شويه، رانا كاع جزائريين ولازم نجاوب الشعب الجزائري. انا تنزلت على جنسيه فرنسيه في 2013. نعم. الشعب الجزائري كامل على باله. بالنسبه هذه الجنسيه، انا مع هذه الماده 51 ما تهمنيش. جو ne suis pas concerné par l'article 51. وزادوا هذه الماده 73، يعني لازم واحد يسكن في الجزائر 10 سنين. ما يكونش مجنس ايضا بجنسيه اخرى. انا ما عنديش الجنسيه اخرى، عندي جزائري فقط. شكون اللي مشات في 48 ولايه؟ شكون؟ اين هو المسؤول السياسي اللي مشى 48 ولايه وتلاقى مع الشعب الجزائري في 48 ولايه في كل الطبقات؟ الفلاح اللي يخدم في اللوزين، ولا اللي يخدم في البلديه، ولا اللي راه في الجامعه. شكون اللي دارها هذه؟ حتى واحد ما دارهاش. هذو المسؤولين السياسيين كما هذا المدير ديوان هما قاعدين في مدير ديوان الرئاسه تقصد يعني احمد يحيى. هو شعب حياته كامله. الشعب الجزائري هو اللي خلص الشهريه تاعو. انا الجزائر خلصت لي الشهريه تاعي، ما خنت ما تعطي البلاد، ومانيش طامع بلي بلاد تخدم عليا. الحمد لله عندي وحتى واحد ما يقوليش انت جيت البلاد بعد خذ الجزائر. شكيب خليل ما عندوش الجنسيه الجزائريه، ما عاش 40 سنه هنا و50 سنه في الجزائر. خذ البلاد ولا ما خذهاش؟ ما زالت القضيه راهي، لانه سمعنا رئيس حزب تاع لا فلان قال لك هو احسن وزير في تاريخ الجزائر. هو اللي قال، فهو بروحه عندنا الشك بالنسبه للدرهم اللي شرا بهم الديار في فرنسا. صح كما قلت لهم النهار الاول نسمحوا لهم كاع، لو كان ندوها ان شاء الله حتى واحد ما نحاسبوش. دير مصالحه وطنيه اخرى سي رشيد في مجال مالي، يعني دون لو دومين فينانسيي اي فيسكال. حاجه اخرى لا. امنيستي فيسكال وخد اخرى، يعني زيد نمشيو له. ولازم وكي دير لازم واحد باه يبني جديد لازم ما يحاسبش خوه. لو كان نحاسبوهم يصرى لنا كيما ضربه تاع 92 في الجزائر. الفيس بغا يحاسب هذو اللي حكموا. واش صرا؟ 200,000 جزائري ماتوا الله يرحمهم. ما نعاودش هذه الغلطه هذه، ما نعاودهاش. كتبت في الفيسبوك انه في 92 كان انقلاب كوديتا. راهي باينه. لا كانوا انتخابات تشريعيه، الفيس ربحهم. نبغوا ولا نكرهوا ربح، والعسكر خاف. داروا لي انقلاب دستوري كما اليوم مع الماده 73 راهم يديروا انقلاب دستوري ضد الجزائريين اللي كانوا في فرنسا ولا اللي كانوا عندهم جنسيه اخرى. كما قلت لك الساعه انا ما يهمنيش لا الماده 151 لا الماده 73. ان شاء الله نرشح روحي للانتخابات الرئاسيه وحتى واحد ما يمنعني، حتى يعني واحد. لو نحسبوها عدديا 2013 نازلت على الجنسيه، مده اقامه يعني من 2013 في الجزائر، يعني يمكن نحسبوا حتى الانتخابات 2027. لا كي يديروا انتخابات او 2019 او قبل الله اعلم. ما عندكش الاقامه 10 سنين. شكون اللي قال لك؟ عندك اقامه هنا في الجزائر مده 10 سنين. انتم تعرفوني عندكم عامين. لا قول للمواطن يشوفوا بعينيهم، ما تقلقوش برك. لانه احنا في الجزائر ممكن انه المواطن عارفك في اواخر 2013. هذا النظام راه خايف من الشباب اللي يديروا فيها ثقه، والله يعطيهم الصحه ولا يكثر خيرهم. يخافوا من الشباب لانهم ولفوا وحدهم، كل شيء وحدهم. غدين افلان عندهم مجلس الشعبي الوطني، عندهم السيناء، عندهم يعني كاع لي بوست بوليتيك راهم بين يديهم. راهم خايفين من هذا الجيل الجديد. والحمد لله الجزائريين دروك راهم واعيين، فاقوا بالسيستم وبالنظام. شفتوا ملي جيت راهم يحوسوا لي المشاكل. قالوا لي بلديت فيطنه في غردايه، من بعد قالوا لي درت راشد نكا دار فيطنه في عين صالح، كيما درت المشيه ضد الغاز الصخري من تيجي وزوح حتى العين صالح. من بعد قالوا لي بلي راه يدير التهريب تاع تركي والكي. من بعد قالوا لي وقالوا جاسوس، قالوا راشد نكاس جاسوس. هذه حاجه جديده. من جسست يعني. وانا عرفت. واش قال لك القاضي؟ القاضي قال لي باللي هذو التركي والكي جبتهم بدير تجسس تاع البوليسيه على الشرطه. الشرطه الجزائريه. قلت لهم فوزيت سيريو راكم من قلبكم باللي انايا نقاط رشيد ندير تجسس. وهذو التركي والكي شريتهم في الانترنت، يعني اي واحد يبغي يشري تركي والكي يروح الانترنت يشريهم. واش دير بهم سي رشيد؟ على بالكم باللي من مدينه منيعه حتى مدينه عين صالح كان 400 كيلومتر. نعم. نعم دائما ما كان لا تليفون
لا ستاسيون ليسانس، لا اي حاجه، لا لا طبيب 3 جي لا 4 جي لا 5 جي لا 6 جي لا والو، ما كان والو. واحد اللي ما عندوش توركي وركي ما يقدرش كاش ما كاين يتواصل. نعم لازم واحد لازم يتواصل مع خوه. انا نمشي لازم نقدر نتصل مع خويا ولا ولد عمي يسوق الطوموبيل. هذه سابيل لي مويان دو اقتنع بها كومونيكاسيون دو باز. القاضي. هو قال لي انا ما ندخلش روحي في الصوالح هذو، انا نعرف باللي هذو توكي والكي درنا ليكسبيرتيز تكنيك باللي كانوا مريقلين على حساب لا فريكونس تاع لا بوليس ناسيونال. قلت راك ما قلبك ولا كيف؟ يعني درتوا لي غوانتانامو 007. راكم عاقلين الضربه اللي داروها لي تاع المجلس سوري؟ قالوا باللي نقاز رشيد دار الفيلم كيما يعني جيمس بوند 007 هو اللي خرج الاستمارات من المجلس السوري. هذه كيف كيف بحال بحال داروا لي باللي هذو التركي والكي جبتهم من الخارج يعني بنعس ونشوف شو راهم يقولوا الشرطه الجزائريه. قلت لهم ما تحشموش على روحكم شويه، فطنه تجسس التهريب، حشموا شويه حشموا. انا قلت لهم والله ما نزعزع من بلادي، راني هنا في الجزائر كاش ما بغيتوني راني هنا. وال25 ان شاء الله نكون فاني في تيجي وزو ونتلاقى مع القاضي ونهضروا في هذه كيف كيف. قبل 25 في جونفي، في 23 جونفي القادم اي يوم السبت تكون عندك وقفه امام البريد المركزي ان شاء الله، ماشي وقفه، نديروا ندوه صحفيه مفتوحه مفتوحه يمكن الشعب ولا المواطن يحضرها. كل شيء مفتوح. ثم الوعي. تعرف انه اليوم النظام في الجزائر يتحسس من اي تجمع للشعب خاصه في العاصمه. ما تشوفش بلي ايضا اليوم راه رشيد نكاز عفوا يبروفوكي شويه في السيستم. شكون اللي حبسني؟ ممنوع يعني، تعرف انه التجمع ممنوع. ماشي تجمع، هذه اسمها ندوه صحفيه مفتوحه. هما ممكن انها يشوفوها شيء اخر. انا نمشي بالطريقه قانونيه وطريقه ديمقراطيه. نعم نعبدك دائما قلت لهم بلي ندير ندوه صحفيه مفتوحه ونعطي رايي بالنسبه هذا التعديل الدستور. رشيد نكاز واحد اللي يهضر في بلاده ولا يمشي في بلاده يطلب ترخيص من السلطه؟ لا لا غالب لا. واحد اللي يمشي بطريقه قانونيه وديمقراطيه بيطلب اي حاجه لاي واحد. الحمد لله جو سوي ان سيتويان ريسبونسابل، نعرف الحدود، نمشي يعني بالطريقه السلميه وما نديرش المشاكل لا مع الشعب الجزائري لا مع الدوله الجزائريه، والحمد لله تكون مليح. فلازم نقول لكم لازم الشعب الجزائري يفهم باللي هذا النظام راه خايف، راه خايف ولازم ما يخافش. كاع نبغوا الجزائر، كاع نبغوا الجزائر. على بالكم لو كان يصرى الحرب من القدام بعيد الشر لا قدر الله، لو كان عندنا مشكل مع فرنسا ولا مع اسبانيا ولا مع الطاليان ونقولوا بلي هذو 7 ملايين جزائريين في الخارج مو بجزائريين، على بالكم باللي الجزائر يعني الريسك دو بيردر غرو. لازم وزير الدفاع اللي عنده النظره تاعو يشوف بعيد، لازم يخمم بعيد، لازم ما يديرش فرق بين واحد جزائري اللي ساكن في البلاد والجزائري اللي ساكن في الخارج. 80% تاع الميزانيه تاع الاثلان جابوها الجزائريين تاع الخارج، هما اللي شراو السلاح اللي المجاهدين خدموا بهم ويعني ربحنا الاستقلال في الجزائر. لازم واحد يشوف بعيد. on peut pas faire l'économie de 7 millions d'Algériens à l'étranger. Ce sont des citoyens à 100%. ولازم الشعب الجزائري يحترمهم كاع، والنظام لازم ثاني يحترم كاع الجزائريين. ضيعنا فرصة التغيير في الجزائر، يخافوا من التغيير. ils ont peur du changement. علاش؟ لماذا؟ العشريه السوداء على ليسي دي تراس تري سنسيبل. الناس راهي خايفه كاش ما يصرى كيما التسعينات. بصح الوقت تبدل، ما راناش في التسعينات، ما عندناش مشكل اليوم بالنسبه للانتخابات ولا بالنسبه للشعب الجزائري. رانا عندنا دروك درنا الدروس تاع التاريخ. il ne faut pas avoir peur du changement. شوفوا واش صرا في تونس، الحمد لله داروا التغيير السلمي، داروا الانتخابات الرئاسيه وما صرا حتى مشكل. يعني يطلع الاسلامي ولا اليساري ولا يطلع اللي يطلع، المهم انتخابات نزيهه ونمروا الى خطوه اخرى. شفتوا واش صرا؟ الحزب النهضه حزب اسلامي ربح انتخابات تشريعيه، حكم عامين وما صرا حتى مشكل. ومن بعد داروا انتخابات رئاسيه، خسر، خرج، ما صرا حتى مشكل. علاش الجزائر عندها يعني التاريخ تاعها كبير وطويل؟ لا، على راهي تخاف من التغيير؟ ما نخافوش من التغيير. الشعب الجزائري عنده الروح المسؤوليه، الى ليسبري دو ريسبونسابيليتي، والشباب الحمد لله ما شاء الله راه واعي وراه فايق كاع المشاكل في المجال السياسي، مجال اقتصادي، مجال اجتماعي. وان شاء الله نتمنوا الخير للجزائر ونتمنوا هذا التغيير يكون سلمي. ولكن لازم هذو اللي راهم يحكموا لازم ما يخافوش. حكمتوا 53 سنه،
الله يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. صح اليوم لازم تخلوا جيل جديد يحكم الجزائر ويبين قدام الشعب الجزائري واش يقدر يدير باه يسب الحلول في كل مجالات سياسي واقتصادي ان شاء الله. يعني الشباب قادر لها اليوم سي رشيد نكاس؟ ان شاء الله بيان سور يقدر. لانه هو السؤال اليوم يقول لك الشباب مازال ما وجدش. شكون اللي جاب الاستقلال؟ شحال كانوا في عمرهم اللي جابوا الاستقلال؟ الله يرحمهم شهداء كانوا عندهم بين 10 سنين و30 سنه. حسيبه بن بوعلي الله يرحمها، العربي بن مهيدي الله يرحمه، وكولونيل عبيروش الله يرحمه، وفلان كاع كانوا عندهم اقل من 30 و35 سنه. الله يعطيهم الصحه. اليوم الحمد لله كما قلت لك الشباب الجزائري راه فهم، راه واعي، ويقدر يعني يبني المستقبل مع الجيل الجديد ان شاء الله. واضح السيد رشيد نكاس. ناخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث. مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل. سي رشيد نكاس، حتى نختم ملف الدستور، يعني قلنا انه التغيير مازال ما راحش عليه، يعني مازال ما فاتش الوقت عليه. ربما هناك نقطة أخرى، وهنا نتنقلوا إلى قضية أخرى. المقربين من الرئيس وجماعة الرئيس اليوم يقولوا باللي صح الوضع راهو صعب، بعد ما كانوا يقولوا باللي الوضع ما كاش أزمة وما راهوش صعب، لكن نقدروا لها، واللي يحب الانتخابات يصبر ل 2019، وهذا الشيء سمعناه وعاودنا سمعناه. واللي يتكلم عكس ذلك يقولوا عليه انه اليوم راهو يخلط لنا في البلاد. هذا النظام المجال الاقتصادي لا غالب، ما يعرفش رانا نشوفوا. هذا الوزير الاول ما يعرفش المجال الاقتصادي، ما يعرفش. قال سوناطراك لازم تحفري باه نشوفوا كاش ما كان غاز ولا بترول. وراهي النظره اقتصاديه في الجزائر. انا نشوفوا فادي مدير الديوان 9 سنين هو كان الوزير الاول في الجزائر، كاش ما دار والو. ما زلنا اليوم في 2016 رانا تاكلين على 98% على الغاز والبترول. نعم. ما يعرفوش لا غالب. هما قراو لادمينستراسيون، ليكول ناسيونال دادمينستراسيون، ما يعرفوش يعني المشاكل في الاقتصاد. لازم يخلوا بلاصتهم. انا نقدر نصبر 2019 2024 2050 لان ما عنديش مشكل. انا الحمد لله عندي مالي، نقدر ناكل نشرب، كاع ما نخدمش في هذو 20 سنه. لا نقدر نستنى، ولكن قصدي الجزائر اللي ما تقدرش تستنى اليوم. الشعب الجزائري ما يقدرش يستنى. راكم تشوفوا بلي سياسه التقشف وين وصلتنا. دوبي لو 1 جانفيي طلعوا اسعار 30% تاع ليسانس والغازوال، يزيدوا في الماء، في النقل، في اي حاجه. وهذو راهم يقولوا باللي راهم يعرفوا كل شيء، ما يعرفوا والو. النظام اللي حكم 53 سنه البلاد ومازال راه تاكل على القطره تاع البترول تاع الغاز، سمحوا لي نورمالمون ليسانسيمون لازم يخلوا بلاصتهم مليحه، ويخلوا جيل جديد اللي عنده القدرات في المجال الاقتصادي هو اللي يتكلف بالجزائر. كما قلت لك انا نقدر نستنى. سقسوا الشعب الجزائري وكان يقدر يستنى. شكون راه يخلص الفاتوره تاع ليسانس وتاع الماء وتاع النقل؟ يعني ممكن الشعب اليوم يثور وينوضوا؟ ان شاء الله ما ينوضش. لازم هذو راهم يحكموا يفهموا بروحهم باللي ما يقدروش البلاد. لا غالب يعرفوا السياسه يعرفوا، تعديل الدستور يعرفوا، والحلول في المجال الاقتصادي وراهم. انا ما شفتش برنامج اقتصادي. اللي يشوف راه مازالوا راه متاكلين الغاز على البترول، غاز صخري، طايد غاز في تيميمون. يقول وزير الماليه ويقول راني جبت شويه حلول. قول لي شجاب ما جاب والو. كاش ما داروا زيادات في البلاد، كاش ما كاش انتاج في الجزائر، ما كان والو. الشعب الجزائري لازم يفهم باللي منذ 2002 هذا النظام باع 65% تاع الغاز الطبيعي تاع اضرار لفرنسا. 65%. هذا النظام يقول بلي يعرف كل شيء. لماذا باع 65% تاع الكنز الطبيعي تاع اضرار لفرنسا؟ غاز دو فرانس. غاز دو فرانس هي اللي عندها اليوم حتى 2043 65% تاع الغاز الطبيعي تاع اضرار. طالبت مؤخرا بشراء هذه الحصه. نزيد معاك. وغاز دو فرانس عندهم ازمه ماليه اليوم. باعوا في 2011 30% تاع هذا لو بول hydrocarbures, le pôle exploration et production de gaz et de pétrole. لا شين باعوها للشناوة. ودروك بغاو يبيعوا كل شيء للشناوة، يعني من القدام عام ولا عامين الشناوة هما اللي يكونوا عندهم 65% تاع الغاز الطبيعي تاع اضرار حتى 2043. لازم الشعب يفيق بلي هذا النظام باع البلاد.
سمعتوا تيغنتورين واش صرا هذو السنوات اللي فاتوا؟ شكون اللي حل تيغنتورين؟ تعرفوا شكون؟ فرنسا هي اللي حلته. لماذا نعطوا كل شيء لفرنسا؟ لماذا سيما لافارج في عكاز في ولاية معسكر؟ لماذا فرنسا عندها 100% تاع السيما في معسكر؟ لماذا كل شيء لفرنسا؟ لماذا الجزائر تشري 46% تاع السيارات لفرنسا؟ لماذا فرنسا تشري 80%؟ كاين حاجه بين فرنسا والمسؤولين الجزائريين؟ عندنا مشكل كبير واللي هو وانا فهمت بالك راهم قارضينهم ممكن، ولكن هادو اللي فرنسا راهي تقبضهم لازم يفهموا، لازم يخرجوا من الساحه السياسيه ويخلوا جيل جديد يدير علاقات جدد مع فرنسا. وان شاء الله الغاز البترول تاع الجزائر تاع الشعب الجزائري يرجع الجزائر. لماذا كاع صوالح اللي دارهم ملاح بومدين الله يرحمه في كما دار تأميم المحلوقات تاع 24 فيفري 1971 علاه رجع لنا الراول. على هذا الشيء ان شاء الله ندير واحد المشيه جديده ضد هذا التعديل الدستور وضد البيع تاع الكنز الطبيعي مسيره اخرى تقصد اجنبيه ان شاء الله. وان شاء الله ندير هذه لا مارش من 9 فيفري نعم حتى ال 24 فيفري 2016 تاريخ المحروقات. منين لوين؟ من عين صالح رقان اضرار تيميمون. لازم الشعب الجزائري يفهم باللي مازال توتار يخرج يدير استخراج تاع الغاز الصخري يسموه لو تايد غاز في تيميمون. وان شاء الله نكونوا لو 24 الشهر الجاي ان شاء الله في تيميمون ضد الغاز الصخري وضد تايد غاز. يعني مستعد للسيناريوهات اللي شفتهم من قبل؟ ممكن دارك يوقفك، ممكن شرطه توقفك، ممكن تعاود تعرض امام القضاء. خديتهم في الحسبان هذه الامور؟ اللي يدافع على بلادو ما يخافش. والحمد لله عندنا علاقات ملاح مع الشرطه مع الجدرميه ومع الامن. رانا عارفين كاع بلي مشكل ماشي البوليسيه ولا الجدرميه ولا الامن، مشكل هذا النظام اللي راه خايف من هذا الجيل الجديد اللي دخل في الساحه السياحيه وراهم خايفين لو كان نكشفوهم. مانيش انا يبان نكشفهم. النظام هذا الجزائري اللي قايم من 63 يخاف من الشباب اليوم، من 62 هو يخاف من الشباب. يخاضع على بالك على راه خايف كبر وباذن الله يموتوا قبلنا. وانا نقول لهم نفوتهم واحد الرساله خلوا بلاصتكم مليحه. ما يقدرش يخلي لك السيد اللي قعد النظام اللي قعد من 62 يوم ما يقدرش يخليه، يلزم الطرف الاخر يحاول يدي. اللي عنده 75 ولا 80 سهل انه اليوم نقعد نطالب، سهل انه اليوم نجي في حصه في بلاطو نخرج الى شارع ونقول اعطيني اعطيني، ولكن لا ما نقولش اعطيني. رانا الديمقراطيه من الشعب الى الشعب. نعم هذه الديمقراطيه ماشي هو يحكم كي يبغي، هذه يسموها ديكتاتوريه. وكما قلت لكم الساعه الحمد لله رانا في الديمقراطيه. في ديمقراطيه في ديكتاتوريه وين تحطنا؟ لا رانا كما قلت لك الساعه رانا في 85% في ديمقراطيه. عندنا شويه 15% شويه راهي ناقصه، بصح بربي ان شاء الله مع هذا الجيل الجديد ان شاء الله نسقموها ونولوا كيما الديمقراطيه في اوروبا في الامريكان. لازم واحد ما يتقلقش، لازم واحد يمشي بالطريقه السلميه ويبين باللي يبغي الخير للبلاد. كاع الشباب راهم باغيين الخير للبلاد، وهذا النظام لازم يفهم بلي ما راهش وحده. خدموا الله يكثر خيرهم. صح اليوم جا الوقت يخلوا بلاصتهم نظيفه شابه هكاك، يعني نفكروهم و يعني نقولوا لهم شكرا الله يكثر خيركم. صح دروك الوقت الشباب جا ان شاء الله. طيب رشيد نكاس، قلت بان المسؤولين تاع الجزائر ممكن عندهم علاقه حميميه مع فرنسا، وعلاقه رشيد نكاس بفرنسا انتهت بانتهاء الجنسيه ومازال اليوم تمشي لفرنسا؟ ماكش تمشي؟ نمشي في كل بلاد، فرنسا، الولايات المتحده، اسبانيا، الروس. علاقتك مع فرنسا كيفاش تحطها انت اليوم؟ انا تفاهمت معهم، هضرت مع الدوله الفرنسيه، مع الشركه غاز دو فرانس، مع الشركه توتال. قلت لهم ماشي اللي باغي بلي تخرجوا من الجزائر، ولكن لازم الاغلبيه تكون في الجزائر. محال باه نشروا من عندكم 46% تاع السيارات، محال باه نشروا من عندكم 80% تاع القمح، محال باه نخلوا لكم 65% تاع الغاز الطبيعي في هضره. هذه مستحيل. مستحيل. قالوا لي باللي حنايا رانا نتفاهموا مليح مع النظام تاع اليوم. قلت لهم نتفاهموا مليح
لانه اعطاكم كل شيء، بصح انا ما نعطيكمش كل شيء، ما نكذبش عليكم. هما ما يبغوش واحد اللي يدافع على بلاده. على هذا الشيء سمعتوا الرئيس تاع فرنسا واش قال باللي دائما فرنسا تكون مع النظام. واش دخله هو؟ علاه يدخل روحه في الموضوع تاع الجزائر؟ لماذا في هذو 6 شهور اللي فاتوا لماذا الرئيس تاع فرنسا جا، وزير تاع الثقافه، وزير التربيه، وزير عداله، وزير الطاقه، رئيس البرلمان، رئيس البرلمان، لماذا وزير الاول راه جاي في فيفري؟ لماذا وزير الخارجيه السابق المير تاع بوردو راه جاي ايضا؟ علاش يجوا الجزائر؟ علاش هما راهم يحكموا في البلاد؟ الشعب الجزائري ما يقبلش، وانايا ما نقبلش ايضا. لازم فرنسا تفهم باللي وقت الاستعمار فات. الحمد لله الجزائر راهي جابت الاستقلال تاعها، ولازم ما نضروش هذا الاستقلال، هذا لازم ندافعوا عليه، لازم ندافعوا عليه كل يوم. هذه الرساله اللي نفوتها لفرنسا. السيد راشد نكاز، لو اليوم حطيناك في مكان يعني تاع مسؤوليه في ازمه مثل هذه، اول شيء ممكن يقوم به راشد نكاز؟ الحاجه الاولى لازم البترول والغاز تاعنا لازم يرجع للجزائر. ما نخلوش 65% تاع الكنز الطبيعي تاع الجزائر تاع اضرار لفرنسا ولا شنو. كي ان شاء الله هذو لي ريشيس ناتوريل يرجعوا للشعب الجزائري، يعني ما نزيدوش نطلعوا اسعار في ليسانس، في المازوت، في الماء، في النقل. هذه اقتصاديه يعني تاع الهواري بومدين الله يرحمه، كان صح ديكتاتوري، ولكن في المجال الاقتصادي ما شاء الله دار حاجه شابه. لازم يعني نفكروا واش دار في المجال الاقتصادي ونديروا كيما هو، ماشي حاجه صعيبه يعني، ولكن اللي راهم يحكموا راهم خايفين يديروا يعني يطبقوا السياسه الاقتصاديه تاع هواري بومدين الله يرحمه. ممكن انها تمشي اليوم في الظروف هذه؟ بيان سور تمشي. علاش؟ اين الشيء اللي مشى في السبعينات يمشي في 2016. واش درنا في الحجر، الحديد تاع الحجر؟ واش درنا؟ الجزائر واش درت؟ دار تامين، بعناها عاودنا وزدنا شريناها 100%. لماذا ما نديروش هذه السياسه؟ ما نطبقوش هذه السياسه؟ الاشياء ماشي يعني نقدنا الاقتصاد ديالنا، الاقتصاد راه شيء كبير. لا مو كبير والو. علاش؟ سو لي ريشيس ناتوريل دو بيي من القدام ان شاء الله. راهم يقولوا بلي مازالوا كانوا كاينين 180 مليار دولار ولاو 152 مليار يعني نهايه 2015. ولو كاين 100 نقولوا كاين 100 مليار. على نديروا سياسه تقاشف؟ علاش؟ لماذا؟ لو كان عندنا دراهم في الميزانيه على نديروا سياسه تقاشف؟ على نزيدوا 30%؟ في العالم كامل جامي صرات ابدا باللي حكومه طلعت في ضربه واحده 30% تاع الاسعار تاع الليسانس وتاع المازوت. لو كان زادوا 30% بالنسبه لي سقسي واحد اللي عنده 6 سنين يقول لك كيف اللي دراهم ما كاش. وراهم اين هما هذو 100 ولا 130 مليار؟ اين هما؟ مش باينين. اين هي الشفافيه في مجال المالي؟ on n'a pas vu de fonds souverains، ما شفناش صندوق يعني دولي يعني اللي حاجه باينه. ليبيا راكم عاقلين القذافي الله يرحمه، بورتون كان ديكتاتوري، ولكن العالم كامل كان على باله بلي كاين 32 مليار دولار في صندوق دولي دون ان فون سوفران. اين هو الصندوق الدولي تاع الجزائر؟ حتى واحد ما شافه. ليدا نسمحوا له، لازم ما يخافوش. على بالي بلي تسمح له السيد راشد نكاز؟ قلت لي دراهم الشعب، نسمحوا لدراهم الشعب. مانيش باغي باللي فاني يموتوا 200,000 جزائريين. ماشي شرط. لا العمر راهي عزيزه، لازم واحد يفكر بعيد، ماشي يقول يعني باه يدير كما يقولوا ديماغوجيه، يقولوا هذو راهم يحكموا خاونوا لازم نحاسبوهم. لا، لازم واحد يكون عنده نظره سياسيه بعيده. على بالنا باللي داروا صوالح ماشي ملاح، معليش الله يسمح، يتفاهموا مع ربي غدوه ان شاء الله مولاة القيام. لازم واحد يخمم بالنسبه لمصالح الشعب الجزائري. Il faut regarder les intérêts du peuple algérien et de l'Algérie. نسمحوا لهم، الله يسمح، خلوا جيل جديد يتكلف بالمستقبل تاع الجزائر ويسيب الحلول. عندنا الحمد لله دي كومبيتونس، دي جون ديكسبيريونس dans tous les domaines، domaine technique، financier، technologique، éducationnel، agricole. راكم تشوفوا بلي فلاحه تاعنا ماتت كاع. كيفاه نشروا 80% تاع القمح من فرنسا؟ لماذا؟ الحمد لله on a la même surface agricole utile qu'au Maroc. on a la même. عندنا كيف المغرب عنده 110 مليون قنطار قمح
يخرجها من الارض تاعو، والجزائر 43 مليار مترجم. علاه؟ يعني الشعب تاعنا ما يخدمش. لازم النظام هو اللي يبين، يخدم الشعب ويخدم يعني الاقتصاد جديد على حساب فلاحه، على حساب سياحه ثقافيه، وعلى حساب منطقه صناعيه في كل ولايه ان شاء الله. واضح. لو نتكلم على حركه الشباب والتغيير، قدمتم الملف الى وزاره الداخليه منذ ذلك الحين الى اليوم، يعني مازال ما تلقيتوش رد من وزاره الداخليه. في المقابل ذلك رشيد نكاس اتصل باحزاب شخصيات ولا مازال يمشي وحده؟ لا، تلاقيت معهم، مع السي علي بن فليس، مع السي سفيان جلالي، مع السي مقري، مع 10 منهم تلاقيت بهم. الحمد لله تلاقيت معهم، الحمد لله. يعني تقاسموا نفس الرؤيه؟ هما عندهم بزاف هم في الجزائر في الساحه السياسيه، ونظن بلي ماشي حاجه سهله بالنسبه لهم باه يجيبوا افكار جدد. هم عارفين بلي لو كان يمشوا مترا النظام يحبسهم 10. انايا ولفت مع الحريه. الحريه راهي في الدم تاعي. واحد كيمشي مع المبادئ، مع لي برانسيب، وغادي يمشي مع لي برانسيب ما يخرج كاع. على هذا الشيء انا كيحبسوني 14 خطره ولا يديروا لي قضيه مع المحكمه. ممكن تمشي مع هيئه المتابعه والتشاور والتنسيقيه الانتقال الديمقراطي؟ علاش لا؟ بصح هذه القرار يعطوني الاعتماد تاع الحزب ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو حزب بحزب. اليوم ما عنديش الاعتماد تاع الحزب، نمشي باسم تاعي برك. الناس يقولوا هذا راه يخمم على روحه على نفسه برك. لا، انا نمشي بالطريقه القانونيه، بالطريقه الديمقراطيه. راني نستنى الاعتماد تاع وزاره الداخليه، وكي يعطونا ان شاء الله اعتماد تاع الحزب ان شاء الله نديروا حوار مع هذو الاحزاب باه نبنوا مستقبل في رحبه. ناقص رشيد وحده ما يقدر يدير حتى حاجه. المشاكل تاع الجزائر راهم كبار بزاف، لازم نكونوا كاع في رحبه ان شاء الله، ونبنوا برنامج شباب في المجال السياسي، مجال اقتصادي، مالي، اجتماعي، ثقافي. هما يقولوا انه باش يكون تغيير لازم السلطه تكون طرف في هذا التغيير، توافقهم هذا الراي؟ لا، اليوم السلطه بينت روحها باللي ما تقدرش بالنسبه للمشاكل تاع الجزائر. كيما البترول كان $100 كانوا لاباس بهم، كانوا ما يهضروش مع حتى واحد. وفي عام فات من 100 حتى ل $30 راهم يصطفقوا دروك. علاه راهم يصطفقوا؟ باسكو ما يقدروش المشاكل البلاد، ما يقدروا لهمش. الله غالب. شكون اللي عنده تجربه في مجال اقتصادي؟ احزاب السلطه اتصلت بك. اسمح لي، جاوبني. شكون اللي عنده في الحكومه تاع اليوم، شكون اللي عنده تجربه في مجال اقتصادي؟ قول لي شكون اللي دار حاجه باينه اللي العالم سمع بها ولا هنايا الشعب الجزائري سمع بها باللي يعني يعرف يعني الموضوع اقتصادي وعنده الحلول في مجال الاقتصادي؟ شكون؟ قول لي شكون. اليوم كله يقول عندي الحلول، وزير الصناعه يقول عندي الحلول، وزير الماليه يقول عندي الحلول. ولو كان عندهم الحلول على مازلنا تاكلين على 98% على البترول والغاز. يقول لك اعطيني شويه وقت برك. يا 53 سنه. لا هو على الاقل 53 سنه لازم يحشموا شويه، يحترموا شويه الشعب الجزائري. لا غالب هما يعرفوا السياسه يعرفوا يديروا تعديل الدستور، يعرفوا يقولوا باللي كان 7 مليون جزائري مو جزائريين، يعرفوا يديروا لونساج، يعطوا مليار واحد اللي ذاك قالوا حاجه ما كانش يقدر يشريها، يعرفوا يعطوا الدراهم بلا سبه. هذو يعرفوا يديروها، بصح باه يديروا وزينات، باه يديروا الشركات، باه يديروا انتاج في الجزائر، لا غالب ما يعرفوش. بصح معليش ما فيها والو. هذو بصح اللي ما يعرفش لازم يحشم ويحترم الشعب ويخلي بلاصته. السي رشيد نكاز، احزاب السلطه اتصلت بك ولا السلطه؟ ابدا، جميع. لو كان يتصلوا بك لا كيديروا بيتصلوا بيا، نعم، يقولوا الشرطه حبسوه، دخلوه قاعده في يومين ولا 3 بالك يبرد، قلعوا له التليفون تاعو المطار، كشفوه هكا قدام الشعب الجزائري، اتهموه بالتجسس، اتهموه بالتهريب. هذه هي السياسه تاعهم، ويزيدوا ماده 150 وماده 73. هذه هي السياسه تاع البلاد. بصح الحمد لله بكري كانوا يقتلوا، دونك الحمد لله راهم يقتلوا بالقانون. بصح معليش راني صابر، راني هنا في الجزائر في الدواري مع الوالده مع فاميلتي، والحمد لله الحمد لله. وراني هنا 20 سنه ان شاء الله، ما نتقلق ما والو. بصح راني نشوف باللي النظام هو راه يتقلق. واضح. السيد رشيد نكاس، نشكرك على حضوركم معنا اليوم. شكرا على الدعوه سي حمزه. أمانة مشاهدينا، فلم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. ألقاكم في العدد القادم، إلى اللقاء.